you over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? مرحبا حبايبي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كتير اشتقت اني ارجع نعمل ميك اب سوا، نحكي عن المكياج، نعمل لوك مع بعض وندردش هيك بشكل عام. كتير اشتقت. هيك في كان كم فيديو شوي تغير نمط القناة فيهم، بس انا هدول الفيديوهات الكلاسيك، ان كان الريفيوز، ان كان نجرب منتجات جديدة مع بعض اللي هو فيديو اليوم. ففيديو اليوم رح نجرب منتجات جديدة مع بعض، كل المنتجات اللي اشتريتها بفيديو المشتريات ومع كم شغلة جديدة رح نجربهم اليوم بهذا الفيديو. فهدول الفيديوهات اللي بحسهم الكلاسيك تبعوت القناة اللي سنة بشتغل على نمط معين من الفيديوهات، فصاروا مثل كأنه يعني معروفة فيهم خلينا نقول. فهدول دائما رح يكونوا موجودين، وفيديو المفضلات. فاليوم غيرت محلي وعلي حبيت اني اغير، ان شاء الله تحبوا هيك. حطيت شوية خضار ما رح يبين منه شيء هلا لاني رح فرش بالميك اب بس بس قبل ما نبلش بالفيديو حابة اذكركم اذا كنتوا جداد لا تنسوا تحطوا لايك تضغطوا على الزر الاحمر لتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم الاشعارات بالفيديوهات القادمه. وايضا لا تنسوا تعملوا شير للفيديو، شير بليز اعملوا شير للفيديوهات لحتى نكبر لانه هلا اليوتيوب صار عليه كثير ضغط، كثير زحمه، صار في زحمه قنوات عن جد. ف كثير صار من الصعب اني اليوتيوبرز الجداد يبينوا او يشقوا طريقهم بين هالقنوات. فكثير بدي مساعدتكم من قلبي، عم اطلب مساعدتكم. فاذا حابين القناه، اذا حابيني، بتمنى انكم تساعدوني. وايضا لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، اسمي راح احطه على الشاشه من فوق، واللينك راح يكون موجود بصندوق الوصف. انزلوا على صندوق الوصف وتضغطوا على اللينك بياخذكم فورا على صفحتي على الانستغرام، فروحوا تعملوني عليه هون. كمان كالعاده فيديو تجربه منتجات جديده دائما بيكون طويل، اوريدي المقدمه صارت 5 دقائق، خلونا نبلش بالفيديو احسن شيء. بلش بالحواجب. دائما بقعد الكاميرا بيكونوا اغلب الاوقات 90% حواجب بيكونوا معمولين، لاني دائما بستعمل نفس المنتجات للحواجب. بس بفيديو المشتريات فرجيتكم هذا القلم تبع الحواجب من ELF اللي اسمه Instant Lift Brow Pencil، اخذته بالرقم Neutral Brown. فما جربته لاني حابه اني نجربه مع بعض على الكاميرا. فإذا بيجي فرشاة الحواجب على طرف والطرف الثاني بيجي قلم بيجي بهذا الشكل. اوكي، لا رح اعمل حواجبي مثل ما دائما بعملهم وبعد بنرجع لكم اذا حبيتوا ولا لا. هلا خلاص رسم الحواجب مثل ما شايفين. بالنسبة للون، اللون ابدا ما كان سيء بالنسبة لي، بالنسبة للون شعري. شغلة ثانية، القلم كتير كان شمعي، كتير كان كريمي، بيندمج مع يعني بيرسم معكم كتير بسهولة. بس انا هاللي كتير شمعي ما بحبه، بحب يكون شوية صغيرة اقسى من هيك، يعني ما يكون كتير كريمي مثل هاد. بس كتجربة أول مرة فعلا جيد. ما عندي أي شيء سلبي لهلا أقول عليه. طبعا رح كمل باستعماله وبرد لكم خبر إذا كان من المفضلات أو لا. اوكي، هلا رح بس حطيت كونسيلر على عيني وثبته بالبودرة لحتى ننتقل ونعمل مكياج العين. كنت عم بروح اطلع على زلال العيون اذا في شيء عندي جديد ماني مستعملته على الكاميرا، لاني ما اشتريت باليت جديده. فبعد انه بعلبة الزويفة اللي بتكون دائما جنبي بتطلع باغلب الفيديوهات، هي العلبة فيها 3 باليتات. انا هال3 باليتات في باليتين مستعملتهم، هي الباليت يعني اذا كان ماكسيموم مستعملتها يمكن 3 مرات، فحبيت اني استعملها بفيديو اليوم. الوانها بنية كتير خريفية،
فقلت اني حابة اني اعمل لون خريفي، خاصة في هذا اللون بجنن كثير حلو هذا اللون. ف هاي العلبة اللي راح استعملها اليوم. طبعا اختصارا لطول الفيديو راح اقشر وحط على عيني. اوكي هلا رح استعمل ايلاينر بني بقلب العين. رح استعمل هاد من ميبلين التاتو لاينر باللون 911 سموث والنت. رح اخذ بس قلم اسنس هذا منه جديد، بس رح اخذ وارسم ايلاينر على السريع. جبت القلم النشفان اللي ما عاد بالقلم الجديد. عم ينزل مطر وانا ناشره غسيل برا، تكل حتى لما ندخله لجوا. اوكي هلا بعد ما عملت الايلاينر رح احط ماسكارا، رح احط البرايمر وارجع لكم لحتى نكمل باقي الوش مع بعض. فاونديشن اذا ما كان شعري مربوط ما بستحكم اني حاطه. اوكي هلا بالنسبه للفاونديشن جبت لكم فاونديشن جديد، ما فرجيته فيديو مشتريات لانه اشتريته عن جديد، اللي هو من ماركه ريفلون اللي اسمه الفوتو ريدي كانديد فاونديشن. حاطين انه لازم يكون النهايه تبعه لازم يكون طبيعيه ضد التلوث. انا اخذت الرقم 120 اللي اسمه باف. رح احطه اليوم بس بالبيوتي بلندر بما انه ما رح نعمل مانو ريفيو بس للفاونديشن. اوكي الفاونديشن شوي سميك، له ريحة خفيفة، ريحته بتشبه في فاونديشن له نفس الريحة بس ما متذكرة. هلا بعد شوي بدي اروح افضي الفاونديشن تبعي كلهم اشم اي واحد كان له هاي الريحة. للصبايا اللي بألمانيا هاد اخذته من الروسمان. اوكي هلا بكبستين التغطية تبعه متوسطة، النهاية تبعه فعلا طبيعية، ما قاله لمعة كتير قوية وبنفس الوقت ما كتير مطفي، حاسة بشرتي هي نفسها. اللون حاسته انه منيح، ما قالب على زهر اهم شي. ف رح احاول ابني التغطية شوي.
واو كتير 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 حلو الفاونديشن، كتير حبيته. اوكي شوي صغيرة تعكي ليك واللون طلع على ايدي، ما مبين تقيل يعني بنات التغطية ابدا ابدا ما مبين تقيل، شوي صغيرة مبين ناشف هون كالعادة لاني بشرتي جافة، بس عدا عن ذلك كتير 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 حلو، وما نزل بخطوط الجبين لحد الان ولا نزل بالخطوط هون. واو. بالنسبة للكونسيلر رح نجرب هذا الكونسيلر من تارت اللي اسمه كريسلس كونسيلر، عندي اياه بالرقم 13 ان فير لايت نيوترال. الباكجينج تبعه بيجنن. وات ليكو كيف طلع، ليكو كتير سميك. في حياتي ما استعملت كونسيلر بهالسماكة. اوه واو عالتغطية، واو واو واو. انه شو مشان التغطية بتجنن، تحت عيني مبين عم بيلمع تحت عيني، يعني مبين كتير 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 صحي، ابدا ما مبين ناشف. بعد الكونسيلر كتير مبين ناشف تحت العين، مبين كتير كتير صحي، تغطيته ممتازة. يعني شفتوا قد ايه حطيت البشرة عندي، يعني بالحقيقة مبينة فلالس، خاصة هون هاي المنطقة عند الخدود، مساماتي اختفوا، الكونسيلر خفى، ما عم بتذكر يعني الكونسيلر مع الفاونديشن خفالي المسام، يعني هون ما مبين ابدا ولا شي. واو تقول عاملين فوتوشوب. شوي على الكاميرا بما انه كتير عم يلمع الكونسيلر فمبين كتير ابيض من هون، بس بالحقيقة ما انه هيك هو. انا مذهولة، انا في قمة الذهول حاليا. اوكي بالنسبة للباودر رح نستعمل باودر فانتي اللي فرجتكم اياها بالفيديو، بستعمل لون باتر، رح بس صبت فيه تحت العين ونص الوش. اوكي ما رح صبت باقي الوش، حابة اشوف الباودرز كيف رح يندمجوا فوق الفاونديشن بدون تثبيت. بالنسبة للبرونزر رح استعمل كمان البرونزر من فانتي اللي اسمه شيدي بيز. لون هذا البرونزر بيجنن. نسيت اجيب بلاش، لازم اروح اجيب بلاش. اوكي خليني احط الهايلايتر، رح استعمل هذا الهايلايتر من كولر بوب اسمه هير كيتي كيتي. رح اخذ نفس الهايلايتر حطه تحت الحاجب وبمطلع العين. تعلم بس مدمع العين مرة تانية. راح اروح اجيب بلاش وجهي. يمكن صرت ما في شي 50 مرة تصوير هذا الفيديو. اوكي رح جبت بلاش، اخترت الميلاني لومينوسو. اخترت شي يكون خفيف لونه وجاي على مشمشي مشان يطابق لون العين. اوكي رح انتقل للحمرة، رح استعمل ليب لاينر من بي2 بالرقم 33 تشير ليدر. اوكي بالنسبة للحمرة رح استعمل حمرة ما استعملتها من قبل، اللي هي هاي الحمرة السائلة من كولر بوب بالرقم ستريب او باللون ستريب، اللي هي الالترا ساتين ليب. اوكي واو. لون اطلع نفس لون الليب لاينر او لون محدد الشفاه. بصراحة توقعت تكون افتح من هيك لهيك اخترت هاللون، بس كتير حلوين كتير كتير حلوين. هلا رح اقربكم. نسيت احط فرة الحلقة الثانية وقعدة شوي نسيت احطها. رح احط فرة الحلقة، رح اقربكم لحتى نكمل العين.
اخر شي بس رح صبت حواجبي بالمسكرة من لوريال بس، وهاد بيكون اللوك النهائي. بس حبايبي هذا كان كل شي لفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رجيداتكم. لا تنسوا تحطوا اللايك للفيديو اذا حبيتوه، وتضغطوا على الزر الاحمر لا تشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار في الفيديوهات القادمه. المنتجات اللي اشتريتها باخر فتره اغلبها كانوا كتير ممتازين، يعني المنتجات تبعت فانتي اللي استعملتهم كنت مستعملتهم من قبل، يعني اليوم ما كانت اول مره بستعملهم فيها، فعلا كانوا توب. ان كان البودرة ان كان البرونزر. فاونديشن والكونسيلر اول مره بحطهم على بشرتي، والاثنين كأول مرة كتجربة أول مرة كانوا ممتازين، يعني كتير حبيتهم. طبعا رح أشوف كيف رح يضاينوا، رح ضل عم استعملهم أكتر وخبركن عنهم إذا كانوا مناح بفيديو المفضلات. كذلك الأمر بالنسبة لقلم الحواجب. إذا في أي منتجات حابين إني نجربها اكتبوا لي إياها بقسم التعليقات تحت، وأكيد رح أحاول إني أجيبها ونجربها معكم. وبس أنا بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.